الساعة 5:30 قبل المغرب، خناقة في الشارع، اتنين بيشتموا بعض بأبشع الألفاظ علشان واحد فيهم كسر على التاني بمليمتر. الاتنين عروقهم فطت وعينيهم احمرت كأنهم طالعين من فيلم ذا ووكينج ديد. انت فاكر ان ده مجرد جوع؟ لا يا صديقي، ده مش مجرد جوع، دي حاجة انا شخصيا سميتها تحول الزومبي. سيادتك في اللحظة دي ما بتبقاش بني ادم عاقل، انت حرفيا في وضعية ذا برايمال بيست. عقلك الواعي اللي سيادتك دافع فيه دم قلبك في التعليم اخد اجازه وراح جمصه، واللي سايق السفينه دلوقتي حته لحمه صغيره كده في قاع مخك اسمها الاميجدالا. وبما ان الزومبي اللي جواك ما بيعرفش اي لغه غير لغه الهجوم، فمن باب اولى تدي واحد لايك للفيديو ده قبل ما تتهور وتحدف الموبايل، علشان نضمن ان الهدوء اللي جواك يرجع للسيستم ونكمل تشريح الوحش اللي جواك بتركيز. يلا بينا نبدا. بص يا سيدي، المخ ده برنس بيستهلك 20% من طاقه جسمك لوحده، وبالتالي اول ما محبس الطاقه بيتقفل والسكر يقطع عن دماغك ويوصل مستواه لتحت البلاطه، المخ بيبدا يطفي الانوار عن مناطق الرفاهيه علشان يوفر كهرباء للمناطق المهمه. اول منطقه بتطفي اسمها البري فرونتال كورتكس، ودي بقى يا صديقي الفرامل بتاعت عقلك. المنطقه دي اول ما بتفصل سيادتك بتتحول لزومبي بشري، يعني بالظبط يوتا ميكروباص نازله من منزل كوبري ومن غير فرامل. وعشان فيروس الزومبي ده ما يسيطرش عليك وانت بتتابع محتوى طبي تقيل ورخم زي ده، تاكد انك مشترك في القناه كنوع من الباك اب لعقلك، علشان اول ما السيستم يهنج عندك فيديوهاتنا ترجعك لعقلك تاني. نرجع بقى لمرجوعنا، وقول لي ليه بكلمه واحده بس انت بتبقى مستعد انك تفتح مقطوعه. اشتركت ولا لسه؟ هنا بقى بيحصل خطف للادرينالين. جسمك ما بيفهمش انك صايم علشان ثواب، جسمك بيفهم اننا في فيلم نهايه العالم ولازم نصطاد علشان نعيش. انت بتبقى حرفيا ابو لهب بس لابس قميص وبنطلون. تلاقي الواحد يا عيني قبل المغرب ب10 دقايق صوته جايب اخر الشارع، واول ما بيدوق اول تمره بيتحول لكتكوت. لا يا صديقي، دي الاميجدالا اللي هي حته اللحمه الصغيره اللي في قاع مخك، هي اللي عامله عليك حفله ومحولاك لزومبي مؤقت. ولو انت لسه مكمل معايا لغايه هنا اعرف انك لسه محتفظ بتركيزك، فلو سمحت كافئ تركيزك بكومنت واحكي لي فيه اغرب خناقه زومبي حضرتك شفتها قبل المغرب. طيب ازاي نهدي بقى الزومبي ده قبل ما يوديك ورا الشمس ويضيع عليك صيامك؟ ركز معايا في الثلاث حاجات دول. اول حاجه ستوب واعمل ريبوت. اول ما تحس ان عروق رقبتك بدات تنط اعرف ان وضعيه الزومبي اشتغلت. في اللحظه دي وضعيه الطيران هي الحل. ما تتكلمش، ما تاخدش قرار، انت حاليا في وضعيه اسمها فقدان اهليه كيميائيه. الحاجه الثانيه دوره تبريد الموتور. الميه على الوش بتشغل العصب الحائر. العصب ده بيبعت رساله فوريه لجهازك العصبي ويقول له اهدى يا وحش، احنا مش في فيلم رعب، الراجل بس صايم ومحتاج يهدي الادرينالين. الحاجه الثالثه قاعده ال30 ثانيه الاخيره. ارمي الموبايل، ابعد عن الزحمه، لان مخك شغال ببطاريه الطوارئ. يعني ببساطه الكهرباء مش واصله لمنطقه التحكم في الامور، يعني ما تحاولش تعمل فيها حكيم وتنك السكر عندك صفر. بابتسامة ثقة كده، انت مش وحش ولا حاجة، انت بس بتبقى مكشوف بيولوجيا. الصيام مش اختبار لمعدتك بس، الصيام اختبار لقوة سيطرتك على البني آدم البدائي اللي جواك. المرة اللي جاية لما حد يستفزك قبل المغرب بص له وابتسم ابتسامة صفرة وقول في سرك معلش الاميجدالا اللي عنده هي اللي سايقة دلوقتي. سيطر على كيمياء دماغك علشان هي اللي بتصنع الواقع بتاعك. وسلام يا دكاترة، ورمضان كريم.